في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الفرق ما بين جداول البي بي اس الخاصه بالبرنامج الاي اس دي. تمام، احنا دايما لما بنخلص شغل بنبقى دايما عايزين نطلع كميات الحديد الخاصه بالحاجه اللي احنا اشتغلناها، سواء كان سقف او عمود او كمرات او ايا كان الاليمنت اللي احنا شغالين عليه. تمام، طيب البي بي اس بتختلف شكلها وبيختلف استخدامها حسب انا محتاج اسلم انهي جدول فيهم او ايه المطلوب مني بالظبط. تمام، السمري تيبل هو الملخص بتاع الحاجه اللي انا عملتها. يعني انا لو قلت له سمري تيبل برضو عندي تو اوبشنز، اول وسelection. تمام، اول هيجيب لي السمري بتاع اللوحه كلها من غير ما يقول لي ولا البار مارك ده رقم كام ولا اي حاجه. هو كل اللي هو شايفه، هو بيبقى شايف الطول الاجمالي للاسياخ اللي موجوده في اللوحه كلها، وبيبقى شايف الوزن الاجمالي للاسياخ اللي موجوده في اللوحه كلها. يعني انا لو قلت له قول، هو هنا شايف التوتال لينس بتاع فاي 10 7224 متر، بتاع فاي 16 864 متر، وهكذا. تمام، ونفس الفكره التوتال ويت، ان هو شايف ان فاي 10 ده طالع منه 4 طن ونص تقريبا. تمام، فهي دي فكره السمري تيبل. تمام، طيب برضو عندي ايه تاني؟ لو انا قلت له سمري تيبل وما اخترتش اول، اخترت سيلكشن، هيفتح لي اوبشنز تانية نفس الاوبشن. البوزيشن لو انا عايز اديله بوزيشن معين، الرينفورسمنت، وتيبل لو انا عامل مين تيبل وعايز اعمل منه السمري. يعني انا عامل تيبل ده، تمام، فقلت له اوكي، هيطلع لي السمري بتاع التيبل ده. تمام، اللي هو اوريدي انا عامله هنا. تمام، طيب لو قلت له سمري تيبل وقلت له سيلكشن ورينفورسمنت، هختار مثلا الصيغ ده، فجاب لي السمري بتاع الصيغ ده. يعني الصيغ ده 13 صيغ في 6 متر، بصينا هنا هتلاقي 13 في 6 متر. تمام، وحسب الوزن. فدي فكره السمري تيبل. تمام، التيبل اكسبورت لو انا عايز اطلع التيبل للاكسل، كنا اتكلمنا عليها في الكاتنج اوبتمايزيشن. وهنا الابديت، لو انا عملت جدول وعملت تعديل عليه، ابتدي ان انا اعمل ابديت على اي جدول. تمام، لو احنا عايزين نتكلم على الاليمنت تيبل، ايه فكره الاليمنت تيبل؟ انا عندي العمود ده، فانا عايز اديله او اسمي العمود ده ديتيل كذا واطلع له الجدول بتاعه لوحده. تمام، طيب لو رحنا للاليمنت مانجر من هنا، امسح كل الديتيلز اللي عندي. تمام، المفروض ان انت لما تيجي تفتحها تبقى باينه ان هي فاضيه. تمام، طيب انا عايز اعمل ديتيله جديده، فهقول له اد، هسمي الديتيله دي وليكن سي 5. تمام، ملتبلاي اوف اليمنت، يعني هو هيضرب لك الديتيله دي في قد ايه، الديتيله دي متكرره عندك كم مره. تمام، انا الديتيله عندي متكرره مره، فهقول له اوكي، هيقول لي حدد الديتيله اللي انت عايزها، فهختار الديتيله. نفس الفكره، هو مش بيشوف غير الاسياخ اللي متحدده، فهنا جاب لي كل التفاصيل بتاعتها. تمام، فهقول له اوكي، خلاص هو كده عمل لي الديتيله دي. طيب انا عايز اعمل لها الجدول او عايز اعمل لها الاليمنت مانجر. من تولز بفتح حاجه اسمها الاوبجكت انسبكتور. تمام، وادوس عليها كده هتبتدي تظهر، حتى لو ظهرت ان هي صغيره ابتدي اسحبها. تمام، هلاقي الديتيله اللي معموله عندي هنا هي مفيش غير سي 5 بس. تمام، طيب انا عايز اعمل الجدول بتاعها، اختار ستيل تيبل، هيبتدي ان هو يجيبها لي بالشكل ده. تمام، فهنا الاليمنت سي 5 والنمبر بتاعها 1، وجاب لي هنا كل التفاصيل بتاعتها. تمام، من هنا بدوس كليك يمين واختار الستيل تيبل، وهو بيبتدي ان هو يظهره لي. طيب لو انا مثلا واقف بعيد وعايز اعرف فين التفصيله دي، مش عارف مثلا مكانها، لو قلت له شو اليمنت ابتدى يوجهني لتفصيله دي.